النهاردة هعمل وراك مشوية في الفرن بتتبيلة مميزة جدا، لو عملتوها مرة هتدمنوها. معايا كده بصلاية كبيرة وطماطماية وفلفلاية رومي وليمونتين قضاليا. الوصفة دي انسب لها ليمون قضاليا، يعني افضل بكتير من الليمون العادي، لان الليمون القضاليا الحموضة بتاعته اقل شوية من الليمون العادي والعصير فيه كتير. يعني الصوص اللي نزل منه، يعني انا كنت بحطه على الرز عادي خالص، انما لو الليمون التاني يعني مش هيبقى مناسب قوي. البصلايه قطعتها نصين، النص الاولاني قطعته كده مكعبات عشان هفرمه في الخلاط، والنص التاني قطعته شرايح رفيعه كده جوانح. والطماطمايه قسمتها كده 4/4، كل ربع مسكته كده وفضيته في الطبق اللي فيه البصل اللي هيتعصر في الخلاط. وباقي الطماطم بقى ايه قمت عاملاها كده شرايح وحطيتها على الطبق التاني مع البصل الشرايح. خدت ليمونه كده قسمتها 4/4، شلت البذر منها وشلت الحته البيضه اللي هي في النص دي، وقطعتها شرايح رفيعه بالقشر بتاعها. ولازم السكينه تكون حاميه جدا عشان الليمون ما يتعصرش. وجبت الليمونه التانية قسمتها كده وشلت البذر وقمت عصراها على الطبق اللي هو على يميني ده. الفلفل الرومي هو قطعته ونضفته وقطعته شرايح رفيعه بالورب كده، المفروض احطه على الطبق اللي هو على شمالي اللي هو فيه شرايح الليمون، بس انا هخليه في الاخر. بس اقولكوا ليه. جبت كده البصل والطماطم وحطيت عليهم شويه ميه، حطيت عليهم توم وبس، وعصرتهم في الخلاط. اسفه بقى على المنظر ده، بس كنت عايزه اوريكم محلول النقع عمل ايه في الفراخ، مع اني انا حطاها في المحلول ده وهي نظيفه. هقول لكم محلول النقع ده عباره عن ايه. المهم دلوقتي انا شطفت الفراخ كويس تحت الحنفيه، وبعدين جبت التتبيله السايله والتتبيله الناشفه اهي. حطيت ملح هنا وهنا وفلفل اسود هنا وهنا، وبعدين التتبيله السايله زودت عليها معلقه بابريكا مدخنه ومعلقه خلطه بهارات مشكله وشويه قرنفل مطحونين، وعايزين تزودوا اي حاجه تزودوها عادي. وحطيت معلقتين زيت. هجيب الفراخ بقى وهبتدي اعمل فيها شقوق كده عميقه لحد العظم، وبعدين هحطها في التتبيله، هدعكها كده كويس وادخل التتبيله كويس تحت الجلد وفي الشقوق اللي انا عاملاها، وهسيبها بقى على قد ما اقدر. ليله ماشي، اقل حاجه 3 ساعات، انا سبتها 3 ساعات. وبعدين جبت التتبيله التانية دي وبدأت احشي في الشقوق وتحت الجلد. عايزه اقول لكم الفراخ لما شربت الطعم بتاع التتبيله السايله دي بقى طعمها زي البانيه بالظبط كده. لما تبله ويبيت ليله في التلاجة بيبقى طعمه قوي جدا، طعم التتبيله بيبقى باين فيه قوي. الفلفل الرومي بقى انا ما حطيتوش في الاول لان مش كلنا بنحبه، فعملت كده جزء من غيره وبعد كده حطيت الفلفل وكملت باقي الكميه. بالنسبه بقى لتنظيف الفراخ في البدايه خالص، طبعا الراجل بيجيبها متنضفه بس انا بشيك عليها، لو فيها ريش كده ريش كده، لو فيها دهون زايده بشيلها، لو فيها جلد زايد. وبعدين بجيب كروانه كده واحط فيها شويه دقيق على شويه ملح على عصره ليمونه، وبعدين بحط عليهم ميه حبه بحبه كده لحد ما ايه يدوبوا كويس مع التقليب طبعا، بحيث ان الدقيق ما يكلكعش معايا. لو حطيت الميه مره واحده هيكلكع معايا بس. وبعدين بحط فيه بقى الفراخ وبسيبه بقى يعني على قد ما اقدر. ما انا سبته يعني حوالي نص ساعه لان انا كنت مستعجله وكنت عامله حساب وقت التتبيل كمان 3 ساعات بتوع التتبيل. دلوقتي انا بعد ما تبلت الفراخ بتتبيلتين رصيتها في الصينيه وغطيتها فويل وسبتها في الفرن. الفرن يعني كان اعلى من المتوسط شويه، وسبتها حوالي 45 دقيقه. بعد ال 45 دقيقه اهو منظرها اهو. على فكره الصوص اللي تحت ده جامد جدا. دخلتها الفرن تاني ربع ساعه كمان، وكنت سايباها من غير فويل وولعت عليها الشوايه، وده شكلها النهائي. بجد والله تحفه جدا جدا. وبس.